مرحبا بنات، شلونكم؟ هنا أنا فصل الرياضي ابو اللاستيك. هنا أنا اول شي فصلت نص متر عدل من القطعة المترتين ونص، اخذت النص للردن، وهنا أنا عندي المترتين بقت طبقتها 4 طبقات. هاي 1 2 وهنا أنا 3 4. خوش. هنا أنا ايش راح نسوي هسه؟ اول شي راح نحفر حفرة الظهر والصدر سوية، راح نسويها عدلة لانه بعدين راح نلمها باللاستيك، واريدها تاخذ راحتها لانه راح اسوي بيها لاستيك وراح تاخذ كسرات صغار صغار. هنا أنا راح اقشر شبر كامل 20 سنتيم، اذا بالفيتا تقيسوا بنات. هنا أنا قشرنا 20 سنتيم من البداية الى هنا. راح نيجي هنا ناخذ حفرة الكتف، يعني الابط، وهاي نيجي ناخذ من هنا الشبر من بداية القماش، شبر و4 اصابع، شبر و4 اصابع. نرجع هنا شو نسوي؟ نقشر الفتر، ناخذ فتر حفرة الابط النزلة من جهة الصدر، ناخذها بس فتر، فتر اللي هو هذا الشبر، هذا فتر. هنا هذا الفتر قشرناه حتى على مود شوية نخسره، لانه هنا كله راح ينضرب لاستيك بنات، هنا كله لاستيك، فراح شوية نخسره. اريد تاخذ راحتها الدشداشة باللاستيك وتصير الكسرات كلش حلوة. هنا قشرنا الفتر على وش نقشره؟ على مود شوية ننزل بيه تخصير، هيج هالشكل لحد ما تنتهي قطعة القماش، يعني ينتهي بينا نقطة صفر كون. هسه هنا بنات بعد ما كملنا التخطيط، قلنا هنا 20 سنتيم بفتحة الصدر لانه راح نقرصها كلها باللاستيك. دا اشوفكم اياه، هاي النوعية، هاي الخفيفة البكرة اللي تجي، اوكي. فهاي منها كلها راح يلم. هسه هنا احنا قلنا 20 سنتيم، هنا فتحة الابط 20 سنتيم يعني الشبر و4 اصابع. هنا فتر حتى نبدي بس شوية هيجي نخسرها فتحة الصدر منها جوا الصدر، ونمشي به هيك عادي. هسه هنا بنات راح نقص. نقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا شوية هيك ناخذها دائرة شوية، مو كلش هواية، وبعدها نمشي بالمقص لحد ما تطلع ويانا نقطة صفر كون، واحنا دا نقص. بسم الله. هسه هنا بعد ويانا نقطة صفر. هي هذا الرياضي. من هناك اخر شي انا راح افتح الخياط. هسه هنا راح اصفطها، هاي قدام وورا، ما راح احفر شي لانه راح اكوفها مثل ما قلت لكم، وبعدها نسوي. هسه هنا احنا بعد سحبت القماش عليه، هسه هاي نهاية الثوب كليته اللي يعني الدشداشة. شو نحدد 4 اصابع ما ننساها، هياته هاي ال4 اصابع. ال4 اصابع نطلع بيها هالشكل لحد ما نوصل لنقطة صفر همينة حتى لا تضايل الدشداشة. شوفوا بنات قلبي، هاي هياته قصيناه. هنا 20، هنا شبر و4 اصابع، هنا افتر، وهنا لحد نقطة صفر، وهناك بالنهاية اخذت 4 اصابع حتى اساويهن. هسه هنا نجي على النص ردن، العفو النص مترة مالتنا اللي عزلناها. راح ناخذ الردن هم راح يصير بيه لاستيق من هنا، راح اخليه اضربه لاستيقه من هنا. هنا اخذت 5 اصابع او 10 سنتيم، 5 اصابع. هنا 5 اصابع راح تصير على الكتف هاي. وهنا حفرة الابط نفس حفرة الابط مال الثوب، نفس الدشداشة، هم شبر و4 اصابع، شبر و4 اصابع. يكون مبين عندكم الرسم. هنا شوي اقوسه واعوفه هيجي. بعد معلومة لوخ، الردل راح اسويه فوق العكس او ويا عكس اليد. اخذت ايش قد خل اقيس يمكن اياه بالشبر، شبرين تقريبا 25 سنتيم اخذت طول الرجل. وهنا راح اضربه لاستيك، ومن اخلصه هم انشره لكم يكون الفيديو وضح لكم. بس هسه خلي اقص شويه الرجل وياكم هالشكل بنات. بسم الله. هنا شويه نسوي دائري وننزل بيه. بعد هنا وين احنا محددين؟ هنا محددين
وهسه هذا كله زايد بعد ما نريده. وهنا صار عندنا الردن هالشكل. شوفوا بنات، هسه هاي قلنا هنا كمال، وهذا الردن هالشكل راح ينزل منه. راح اضربه لاستيك، بس منه راح اقول لكم على فتفت شي، يعني شي بسيط. باعوا لي بنات هنا راح اقيس 45 سنتيم من راس الكتف لفوق كلش، انزل بالفيته اللي هنا 45 سنتيم. هذا ليش التحديد بنات؟ دا احدده حتى انه اعرف انه من هنا اني راح ابلش اسوي من هنا هاي 45 سنتيم. من هنا راح ابلش اخلي اللاستيك، راح اسوي 5 خطوط من اللاستيك على الدشداشه. بس لا تنسون ما نقيس من بداية الصدر، لا نقيس من بداية الكتف لحد 45 لحد محيط الخصر اللي راح نخلي بيه اللاستيك. شوفوا لي 45 وبس. وبعدها من راح اخيط راح انشر لكم منه.